ثم شرع ينعت منازل السائرين إلى الله. والسير إلى الله هو سلوك الصراط المستقيم، هو سلوك الصراط المستقيم، ذكره ابن رجب في المحجة في سير الدلجة. فإذا أطلق هذا اللفظ السير إلى الله فالمراد به سلوك صراطه المستقيم، فإن الله سبحانه وتعالى بعث إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه كتابا هو القرآن، وجعل له دينا هو الإسلام، والوعاء الحاوي لهذا هو اسم الصراط المستقيم. فإذا قيل السير إلى الله فمرادهم سلوك صراطه المستقيم اتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتصديقا بكتاب الله، وأخذا بدين الإسلام. فإن سير السائرين إلى الله يكون بالقلب لا بالبدن، ذكره ابن القيم في الفوائد ومجالج السالكين، وقال في الأول منهما: فاعلم أن العبد إنما يقطع طريق سيره إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. فاعلم أن العبد إنما يقطع طريق سيره إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. وإليه أشار الشاعر بقوله: قطع المسافة بالقلوب إليه لا بالسير فوق مقاعد الركبان. قطع المسافة بالقلوب إليه لا بالسير فوق مقاعد الركبان.